الاتجاه من ناحيه الكره هذا الحكم هو رفع الكره اذا هذه حاجه الاولانيه رفع الكره. وزاد يكون شيئا البارح مع الحضرات الكرام كل مره واحد يتكلم من هنا شاهدوا واحكموا بانفسكم اللي ما شاهدش المباراه. هذه صور تاع اللقاء تاع امس يعني ما جبناش صور المفاضله او بالذكاء الاصطناعي. توقفات متتاليه وامور جديده لها الجديد. ثم شاهدوا كيف بعد قرار الحكم الذي لم يريد بالعوده للفار لم يعد للفار تماما امس في كل اللقطات. ثم شاهدوا كيف انقض كل عناصر شباب الوزاب على الحكم. شاهدوا والحكم لم يحرك ساكنا لا لعناصر مولودية الجزائر لما انقضوا عليه ولا لعناصر شباب الوزاب في هذه الصور. وكأنه تلقى أوامر بعدم إخراج البطاقات الحمراء ولأنه أخرج البطاقات الحمراء بعد خراب مالطا بعد أن انتهت المباراة تماما. شاهد هذا ماشي هو الحكم ثاني ساهم في مثل هذه الأمور. شوف يعني ما فهمتش أنا اسكو شفنا ماتش في كرة القدم، شفنا الكاتش في مقر صغير، شفنا الزيدو، شفنا الشكل هذا بعد نهاية اللقاء. الأمور أيضا اختلط الحابل بالنابل حتى بعد نهاية المواجهة أو بعد ما بيناتهم سيادي يضربوا بيناتهم بعد مولودية يضربوا بيناتهم ما فيش مولودية ربحوا يضربوا بعد يجيبوا الدار والجو البارح ما فهمتش داروا لهم لأنهم عمرهم برضو قالوا لهم روحوا ضربوا. مسيئة ومحزنة وإنما يقول لك إنما الأمم أخلاق. هكذا نقول لك أنا لأنه لما تشوف هذه الصور من اللاعبين في أرضية الميدان في غياب الجمهور هي صور مسيئة ومسيئة جدا ونشوف صورة سيئة عن البطولة وعن الناديين عن نادي مولودية الجزائر نتغنى ونادي مولودية الجزائر نادي شباب الوزاب الأندية تاع الشهداء والأندية اللي قدمت وضحات وكيف أسست وكيف كل شيء. ولكن لما يمثلوهم مثل هذا اللاعبين ولما يعطيوا هذه الصورة أعتقد أنه عندهم مسؤولية كبيرة ويتحملوا لو بدهم نفرقوا في ونوزعوا في المسؤوليات مسؤوليات كبيرة جدا. وكان هنالك غل وحقد داخلي من الجانبين من جانب مولودية الجزائر ومن جانب شباب الوزاب في هذه المواجهة. الحكم تجاوزت الأحداث. الحكم كان في هذه المباراة خارج الإطار من البداية. أنا لما تابعت المباراة اتضح أنه هذه المباراة كبيرة عليه. نقول أنه خلال ما صاحبها تصور أنه هذه من دون حضور الجمهور. فما بالك لو حضر الجمهور في هذه المواجهة. لذلك قدموا صورة مسيئة جدا وسوقوا صورة مسيئة حتى للجمهور. أنا من هنا نوجه نداء. أعتقد أنه مثل هذا النوع من المباريات ما بين مولودية الجزائر وشباب الوزاب مستقبلا لا يجب أن تنقل على المباشر ويجب أن تلعب دائما من دون جمهور ما بين الفريقين حتى تعود العلاقة والمياه إلى مجاريها. لأنه ما يحدث مثلا مباراة الكأس اليوم في هذه المباراة من جمهور ألقينا اللوم على الجماهير في مباراة الذهاب في دويرة، ألقينا اللوم على الجماهير في مباراة الكأس.